أهلا بيكم يا حبايبنا، وخير بداية لينا هي الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام روح طفت وزفوها عروسة لسجنها. سجنها كان فاكر إنه حكم عليها بالموت البطيء في قفص من ذهب مزيف، لكن لا هي ولا هو كانوا يعرفوا إن القدر كان مخبيلها ولادة حقيقية، مش في بيت جوزها، لأ، دي في قلب الأرض الناشفة اللي رماها فيها زي ما تكون زبالة. أصل الحياة بتشيل أسرارها للصابرين، وبتخلي من تراب اليأس جنينة للكرامة. والآية تتقلب ويرجع الطاغية ذليل بيطلب الرحمة من اللي كان فاكرها ضعيفة، وتبقى قصتها عبرة للي بيعتبر إن الحق اللي بيطلع من الأرض أقوى من أي ظلم وجبروت. الزفدقيت كانت بتشق صمت الدغري في القرية الهادية، بس صوتها ما وصلش لقلب زينب. كانت قاعدة في أوضتها الصغيرة متقلب فستان الفرح اللي مطرز بخيوط دهب بهتانة، وحاسة إنه كفن شيك لأحلامها. الكحل التقيل اللي رسموا ستات العيلة حوالين عينيها خلاهم يبانوا غايرين، زي شبابيك بتبص على فراغ كبير. امبارح بس كانت زينب بتجري في الغيطان بتسابق الريح، وشعرها الأسود الطويل بيطير وراها زي علم الحرية. ضحكتها كانت زي خرير المية، وروحها بترقص مع أغصان التين والزيتون. النهاردة بقى قاعدة ساكتة بتسمع خطوات قدرها التقيلة بتقرب من بابها. دخل إبراهيم الأوضة، ودخل معايا ظل تقيل طير آخر خيط من نور الشمس. كان راجل أكبر منها بسنين، تبان كأنها عصورة حفرت على وشه الصارم تجاعيد قسوة مش حكمة، والشيب خط دقنه الكثيفة بخيوط فضة جامدة. ما بصش ليها بصت عاشق لعروسه، دي كانت بص واحد بيمتلك حاجة وبيتفحصها. زينب حست بعينيه بتلف عليها، بتقيمها وبتجردها من كل حاجة إلا إنها مجرد زوجة عليها الطاعة. مد إيده الخشنة عشان يمسك إيدها الناعمة، لمسته كانت باردة ما فيهاش أي حياة، زي لمسة القيد على الإيد. في اللحظة دي زينب فهمت إنها مش بتتجوز راجل، دي بتتجوز سجن. سجن بنته التقاليد وباركوا سكوت أهلها، وهيحوسوا راجل شايف الدين أوامر مش نور. خرج بيها لساحة الدار مطرح ما أهل القرية متجمعين، كانت ماشية جنبه كأنها ضله. سمعت همسهم وشافت في عيون ناس منهم شفقة، وفي عيون ناس تانية حسد على جوازها من راجل متدين ومستريح ماديا. محدش منهم كان يعرف إنها في نفسها كانت بتتمنى الأرض تتشق وتبلعها. رفعت عينيها للسما الزرقاء الصافية وهمست في سرها بدعاء. ما كانش عشان السعادة، لأ، كان عشان الصبر. صبر زي صبر الأرض على الجفاف، وصبر الشجر على الشتاء القارس. صبر يساعدها تبلع أيام جاية مش شايفة في آخرها أي شمس. دخلت زينب لضله، عروسة القفص لسه ما شافتش قضبانه. أيام الفرح ما طولتش، والحيطان الأربعة بدأت تطبق على نفس زينب. في الأول كانت فاكرة إن حياة جديدة مستنياها، حياة ليها فصول كانية غير فصول الغيطان الواسعة. بس اكتشفت إن بيت إبراهيم ما كانش غير فصل واحد طويل من شتا قارس. إبراهيم كان بينسك شباكه حواليها بخيوط معمولة من الدين. كل ما تحاول تتنفس شوية هوا من ماضيها كان بيحكم الإيد حواليها أكتر. في يوم سمعت من ورا الشباك ضحكات ولاد عمها وهم معديين في الشارع. روحها جريت قبل جسمها عشان تطل براسها وتسلم عليهم، دي كانت عادة يومية. بس إيد إبراهيم كانت أسرع، قفل الشباك بهدوء حاسم وقال بنبرة ما بتقبلش نقاش: دول رجالة أجانب عنك دلوقتي يا زينب، والاختلاط باب للفتنة ولازم يتقفل. اترسمت على وشها حيرة مع ألم، وقالت بصوت واطي: بس دول إخواتي اللي اتربيت معاهم. رد عليها بعينين باردين: ده كان زمان في الجاهلية، دلوقتي انتي مراتي وانا المسؤول عن دينك وعرضك قدام ربنا. ومن هنا بدأت سلسلة الممنوعات. حرامها تكمل تعليمها اللي كان حلمها، وكانت خلاص قربت تاخد شهادتها. ولما ترجته رد بسخرية متغلفة بالنصيحة: وهتعملي ايه بالشهادة يا مرة؟ مملكتك هي بيتك، وشهادتك هي طاعة جوزك. اتعزلت بالتدريج عن أهلها، الزيارات بقت قليلة وبشروطه لازم يكون موجود، ومنعها تزور بيت خلتها عشان ولادها الشباب ساكنين فيه. ضحكتها اللي كانت بتملى الدنيا اتحولت لهمس خجول، وبعدين سكوت مطبق.
كان دايما ينتقد صوتها العالي ويقول: الوقار يا زينب، الوقار، صوت المرة لازم ما يعديش عتبة بيتها. البيت كان واسع بس كان ضيق زي القبر. الحيطان اللي المفروض تكون أمان بقت شهود على روحها وهي بتتخنق. كانت بتقضي ساعتها تبص من فتحة صغيرة في ستارة الشباك، تشوف الدنيا ماشية والعيال بتجري، وتشوف نفسها زمان. وبالليل لما إبراهيم ينام وصوت نفسه التقيل يسكن، كانت بتبقى نايمة جنبه غريبة ووحيدة، ترسم في الضلمة صور أيامها اللي فاتت، فتنزل من عينيها دموع ساكتة حتى من غير صوت. كانت حاسة إنها وردة برية اتشالت من غيطها المشمس عشان تتزرع في قصرية طين ضلمة، ورقها بيدبل وألوانها بتبهت بعيد عن النور. السنين عدت زي السحاب التقيل اللي ما بيمطرش غير هم. زينب اتغيرت، الدبول ما بقاش في روحها بس، بدأ يترسم على وشها. لمع عينيها اتطفت وبقى مكانها نظرة إزاز فاضية من أي أمل. إيديها الناعمة اللي كانت بتحلم تمسك القلم وتكتب معرفتش غير قسوة شغل البيت اللي ما بيخلصش. اتعلمت تراقب كل حاجة في صمت، اتعلمت تفهم مزاج إبراهيم من وقع رجليه على الأرض ومن صوت مفتاحه في قفل الباب. لو الصوت حاد تعرف إن يون صعب نستنيها، فكنكمش على نفسها أكتر زي الأنفد، تتجنب تبص في عينيه وتنسحب في ظل المطبخ. تعدي الدقايق لحد ما يخلص ويروح يقعد مع أصحابه مطرح ما بيتحول للشيخ الوقور الناصح الأمين. أكتر حاجة كانت بتوجعها هي نظرات الناس في القرية لما تخرج معاه وهي متغطية بسواد ما بيبينش منها حاجة. كانت بتحس بالعيون بتخترقها، شوية منهم نظرات شفقة من صحبات طفولتها اللي اتجوزوا رجالة بسطاء بيضحكوا. سنة عدت ورا التانية والتالتة وبطنها ما خدرتش بالولد اللي إبراهيم كان مستنيه عشان يشيل اسمه ويورث تقواه. في الأول كان بيلمح، وبعدين بدأ يتهمها بأدعية متغطية في صلاته. كان بيعلي صوته قصد عشان تسمعه وهو بيدعي ربنا يرزقه بالذرية الصالحة من زوجة تانية لو كانت دي ما تصلحش. البيت اتقلب لساحة إهانة يومية. كلامه كان بيجلدها، بيحسسها إنها أرض بور ملهاش فايدة. زينب اللي كانت في يوم رمز للحياة والفرح، إبراهيم أقنعها إنها هي العقم نفسه. ومع كل يوم بيعدي من غير حمل الفجوة بينهم كانت بتوسع، وصوتها كان بيغوص أكتر في بير الصمت، مستني يا إما غرق أبدي أو معجزة تنقذه. السما كانت مغيمة في الصبح ده كأنها بتعكس اللي في قلب زينب. إبراهيم كان هادي على غير عادته، هدوء يخوف زي اللي قبل العاصفة، منطقش ولا كلمة على الفطار، حركاته كانت محسوبة وعينيه بتهرب من عينيها. زينب حست إن في حاجة اتكسرت خلاص. سكوته كان أتقل من كل كلام التوبيخ اللي رماه عليها طول السنين اللي فاتت. بعد ما خلص أكل مسح بقه بمنديل وحطه على الترابيزة ببطء متعمد، بعدين رفع عينيه ليها أخيراً. نظرته كانت فاضية من أي عاطفة، نظرة قاضي هينطق بحكم الإعدام. قال بصوت ناشف: زينب. ما رضيتش بس وطت راسها شوية مستعدة للضربة. كمل كلامه: أنا صبرت عليكي سنين، صبرت على عقمك وصبرت على طباعك، بس ربنا أمرنا نسعى عشان نعمر الأرض، وأنا عايز ولد يشيل اسمي من بعدي، مفيش فايدة تترجى منك. الكلمات وقعت على قلبها زي الحجارة. مفيش فايدة تترجى منك، جملة واحدة لخصت سنين الخدمة والصبر والتضحية. رفعت عينيها ليه، والأول مرة من زمان ما كانش فيهم خوف، كان فيهم برود شبه بروده. قال: قررت أتجوز، لقيت بنت من المدينة صغيرة وتقدر تخلف، أما أنتي فملكيش مكان هنا خلاص. كانت متوقعة إن قلبها يعيط أو إنها تترجاه أو تصرخ، بس حست بحاجة غريبة، إحساس بالخضر والتحرر في نفس الوقت. تشاور بإيده ناحية الباب وقال حكمه الأخير: ليكي الكوخ المهجور اللي على حتة الأرض اللي ورثها عن أبويا، دي اللي لا بتنبت حجر ولا شجر على أطراف القرية. روحي هناك، ده آخر اللي ليا عندك وآخر اللي ليكي عندي. اعتبريها رحمة مني، رحمة إنه يرمي في أرض بحلي كانت مسار سخرية الأهل القرية. زينب قامت من غير ما تنطق كلمة، ما لمتش أي حاجة. هدومها البالية اللي لابساها هي كل اللي عايزاه تاخده من البيت ده. مشيت بخطوات ثابتة ناحية الباب، ولما حطت إيدها على الأكرة
وقفها صوته تاني. انتي طالق. ملتفتش. فتحت الباب وخرجت للهوا البارد. مطر خفيف بدأ ينزل بيغسل وشها وبيختلط بدموع ما كانتش تعرف إنها لسه عندها. ما كانتش دموع حزن على إبراهيم، دي كانت دموع وداع لسنين من الموت البطيء. حكم إبراهيم الأخير في عز قسوته كان أول خطوة ليها ناحية الحياة. الكوخ كان واقف لوحده زي راجل عجوز محني ظهره، تعبان وساند على أرض شبه وشه الناشف المجعد. حجارة حادة طالعة من التراب المتشقق، وعشب شوك أصفر هو كل اللي بتطلعه الحتة المنسية دي. لما زينب وصلت وقفت تتأمل اللي إبراهيم كان عايزه يبقى منفاها وقبرها. فتحت الباب الخشب المخلع فعمل صوت حزين كأنه بيشتكي الهجر. تراب تقيل مغطي كل حاجة، وخيوط عنكبوت عاملة أكفان فضة على أساس متكسر. شباك صغير مكسور بيدخل خيط نور بهتان، ومعاه صفير الريح اللي كأنها بتعيط على حال المكان. لحظة يأس طبقت على صدرها، تقيلة زي حجارة الأرض اللي بره. هتعمل إيه هنا؟ لوحدها، مطرودة، ما معاهاش أي حاجة غير هدومها وكرامة متكسرة. قعدت على الأرض الساقعة وحضنت ركبها بإيديها، ولأول مرة من ساعة ما سابت بيت إبراهيم سمحت لنفسها تعيط. ما كانش بكاء ضعف، ده كان تفريغ لسنين من القهر المكبوت. كانت بتخرج مع دموعها كل الإهانات، كل الكلام الجارح، كل ليالي الوحدة والوحشة. وهي على الحال ده عينيها وقعت على ركن ضلمة في الكوخ. هناك كان في صندوق خشب قديم نجا من الزمن. افتكرته، ده كان بتاع جدها، كان بيحط فيه أغلى حاجة عنده. الفضول خلاها تقوم وتشيل التراب من عليه. القفل القديم الصدى كان واكله، اتفتت تحت ضغط إيديها. رفعت الغطا التقيل، طلعت منه ريحة ورق قديم وتراب ناشف، ريحة الزمن. جواه ما لقتش دهب ولا فضة، بس لقت كنز من نوع تاني، كتب صغيرة قديمة جدها كاتبها بإيده. بدأت تقلب فيها بصوابع بتترعش. ما كانتش مجرد مذكرات، دي كانت خلاصة عمر قضاها الفلاح الحكيم ده وهو بيفهم الأرض وهمسها. كان بيكتب عن مواسم الزرع والحصاد، عن علامات السماء، عن طبع كل نبتة وسرها. في عزلتها ووحدتها زينب حست بصوت جدها طالع من الصفحات الصفرة، صوت حنين بيقول لها إنها مش لوحدها. لقت في الخرابة دي وفي قلب منساها أول صاحب وأول دليل. الكوخ ده ما بقاش سجن، ده بقى شرنقة، والورق ده هو الخيوط اللي هتنسج بيها حياتها من جديد. مع الغروب زينب ولعت لمبة جاز قديمة لقيتها في الصندوق. نورها الخافت نور الكوخ وعمل ضلال بتترعش على الحيطان. قعدت القرفصاء وحطت الكتب المتهالكة في حضنها. كانت حاسة بدفى غريب بيطلع منها، كأن روح جدها لسه متعلقة بين السطور. خطه كان جميل وواضح، بيبين صبره وعشقه اللي بيكتبه. ما كانتش مجرد مذكرات زراعية ناشفة، دي كانت حوار طويل مع الأرض. كان بيكلم التربة كصديق، وبيوصف النباتات كأنهم ولاده، كل واحد له طبعه ومزاجه. وهي بتقلب الصفحات وقفها فصل مخصوص لنبتة غريبة ما سمعتش عنها كتير، نبتة اسمها العصفر. جدها كان كاتب بأسلوب شاعري أن العصفر فهو سر الأرض القاسية، هو ابن الصخر وعاشق الشمس الحارقة. مطرح ما كل النباتات بتموت من العطش هو بيظهر دهب أحمر. ما بيطلبش كتير، بيكتفي بشوية مية قليلين ويديك كتير. زهرته صبغة بتلون الحرير، وزيته دوا يريح المفاصل، وبيوره أكل للطيور اللي مش لاقية تاكل في سنين الجفاف. زينب حست بقشعريرة في جسمها، كأن جدها كان بيكتب لها هي بالذات عبر السنين. كملت قراية بشغف، لقت جدها بيوصف بالظبط إزاي تجهز الأرض الصخرية لزراعته، إزاي تكسر الحجارة الكبيرة وتستخدم الصغيرة عشان تبني سور يحمي الشتلات من الهواء. وصف ميعاد الزراعة مع ظهور نجم معين في السماء، وإزاي تجمع الزهور الصبح بدري قبل ما الشمس تحمى وتحرق زيوتها العطرية. لقت رسومات توضيحية لشكل البذور الصغيرة البيضة، ورسمة للزهرة الذهبية اللي في وسطها خيوط حمرة زي الياقوت. وفي آخر الفصل لقت جملة اتحفرت في قلبها: الأرض اللي بيشوفوها بور هي في الحقيقة كنز مستني إيد صبورة وقلب مؤمن. في اللحظة دي وفي عمق الكوخ الضلمة ده
اتولد في نفس زينب حاجة معرفتهاش قبل كده، الأمل. ما بقاش فكرة وخلاص، ده بقى خطة عمل واضحة. بصت من الشباك المكسور على أرضها الناشفة اللي منورة بنور القمر، ما شافتهاش حجارة وشوك، شافتها بعيون جدها، مجال لمعجزة وميدان لولادتها الحقيقية. قفلت الكتاب بالراحة وحطته جنب اللمبة كأنها بتحط مفتاح المستقبل، ونام بيلتها على الأرض الساقعة. بس روحها كانت بتحلم لأول مرة من سنين، بتحلم بحقول ذهبية وبإيدين بتزرع الحياة في قلب الموت. مع أول خيط فجر، زينب صحيت على صياح الديوك من القرية البعيدة. ما كانتش نامت نوم عميق زي ده من زمان، جسمها كان مكسر من الأرض الناشفة، بس روحها كانت خفيفة ومستعدة. خرجت من الكوخ وشمت الهواء النقي، السما كانت لونها وردي، وندى الصبح كان موسعه الشوك والحجارة زي حبات اللؤلؤ. وقفت على طرف أرضها تتأملها بعين جديدة، ما بقتش تشوف فيها قسوة إبراهيم وسخرته، دي شافت تحدي القدر رلاه في وشها. امبارح كان ده منفى، النهاردة بقى مملكتها. من غير أي عدة بدأت الشغل بإيديها، كانت بتوطي تلم الحجارة الصغيرة وتحطها في كومة على جنب. الحجارة كانت حادة، بتجرح صوابعها الناعمة اللي ما تعودتش غير على القماش وأدوات المطبخ. مع كل حجر بتشيله كانت بتحس إنها بتشيل حمل من على صدرها. مع كل نقطة عرق بتنزل من جبينها كانت بتغسل أثر سنين الذل. لقت في ركن في الكوخ سيخ حديد قديم من عدة جدها، استخدمته كعتلة عشان تخلع الحجارة الكبيرة. كان شغل صعب ومرهق فوق طاقة واحدة ست لوحدها. كانت بتاخد راحة لما التعب يهلكها، في تقعد في ظل صخرة كبيرة وتشرب مية دايباها من بير قديم مهجور قريب من الأرض. مية قليلة وملحة، بس كانت زي نهر الكوثر لعطشها. في أول يوم ما قدرتش تنضف غير حتة صغيرة من الأرض، مساحتها يدوب تساع جسمها. بصطلها في آخر اليوم وإيديها بتنزف وظهرها وجعة، وحست بإنجاز ما حستش بيه في حياتها. الحتة الصغيرة دي من التراب الخشن أغلى من كل سجاجيب بيت إبراهيم الفاخرة. دي كانت أول بذرة ليها، مش بذرة زرع، دي كانت بذرة إرادة في تراب اليأس. بالليل غسلت جلوحها بالمية وربطتها بحتة قماش قطعتها من طرف طوبها. نامت والألم في إيديها، بس قلبها كان بينبض بقوة وحياة. كانت عارفة إن الطريق طويل وصعب، وإن سخرية أهل القرية هتوصلها لو عرفوا باللي بتعمله. بس ما بقتش تهتم، لأول مرة كانت بتصنع قبرها بإيديها المجروحة، وده لوحده كان انتصار. على بعد أميال من شغل زينب الهادي كان إبراهيم غرقان في دوشة من نوع تاني. في المدينة كان مأجر بيت حديث عشان يبهر عروسته الجديدة سهى. اكتشف إن الحياة هنا مش بتمشي على مزاجه وأوامره. سهى البنت الصغيرة اللي كان فاكرها عجينة طرية في إيده كانت مختلفة تماماً عن زينب. اتربت في المدينة على الدلع وإن طلباتها تتجاب، ما كانتش بتخاف من صوته ولا بتوطي راسها قدام صرامته المصطنعة. في الأول كان مبسوط بجمالها وشياكتها، شايفها بتكمل صورته كراجل ناجح، بس بسرعة اتصدم بواقع ما كانش عامل حسابه. عايزة الفستان ده يا إبراهيم، كل صحباتي بيلبسوا من الماركة دي، قالت له في يوم وهي بتشاور على فترينة محل غالي. حاول يديها موعظة عن التقشف والزهد، فقطعته بضحكة عالية. يا حبيبي ده مش فقر، ده ذوق وشياكة، مش قلتلي إنك مستريح مادياً؟ ضربته في مقتل. إزاي يعترف دلوقتي إن فلوسه مش من الكتر اللي ادعاه؟ فرضخ واشتراه ليها وهو حاسس إن كل جنيه بيطلع من جيبه هو طعنة في كرامته. الطلبات كترت، عشا في مطعم فخم، عفش جديد للبيت، هدايا لأهلها وصحباتها. دي كانت حياتها اللي متعودة عليها في بيت أبوها. إبراهيم لقى نفسه متقيد بقيود عمره ما عرفها. زينب كانت قيد من حديد هو اللي فرضه، أما سهى فكانت قيد من حرير ناعم، بس أشد وأوجع. ولما حاول في يوم يمنعها تزور صاحبتها بحجة الاختلاط في الكافيه اللي هيقعدوا فيه، بصته باستغراب وقالت: إبراهيم إحنا في التمانينات ودي مدينة مش قريتك، لو عايز زوجة تحبسها بين 4 حيطان ما كنت خليكي مع الأولانية. كلامها كان زي الكرباج، وطرد زينب عشان ما خلفتش ولد، بس في قرارة نفسه كان عارف إنه طردها كمان عشان حس فيها بروح، ما قدرش يقتلها بالكامل. ودلوقتي
بيواجه روح عمره ما حلم حتى إنه يروضها. الفلوس اللي حوشها سنين بدأت تخلص بسرعة. اضطر يستلف من تجار في المدينة عشان يحافظ على منظره قدام مراته. وهموم الديون بقت بتسهره. وشه بقى شاح، كلامه قليل، بيقضي وقته يدخن سجاير في البلكونة، يبص على أنوار المدينة الصاخبة ويحس بغربة أشد من منفى زينب الصخري. في وسط هموم إبراهيم كانت معجزة صغيرة بتتكون في صمت على أطراف القرية. شهر ورا التاني الحتة الصغيرة اللي زينب نظفتها كبرت وبقت أكبر. إيديها شققت زي لحاء شجرة قديمة، وخشنت لدرجة نست نومتها. بس كل يوم الصبح كانت بتصحى بعزيمة قوي. بعد شهور من الشغل الشاق وبتعليمات جدها بالظبط، زينب بذرت بذور العصفر اللي لقتها في كيس قماش صغير في قاع الصندوق. كانت بتسقيها بشوية مية مالحة قليلين، بتشيلهم في جردل قديم من البير المهجور. كانت بتكلم الشتلات الضعيفة وهي بتسقيها، بتشجعها زي ما أمها كانت بتكلمها وهي صغيرة. وشافت أول برعام أخضر بيشق التراب الناشف كإعلان عن انتصار الحياة على الموت. زينب عيطت يومها، بس دي كانت دموع فرح صافي، فرح عمرها ما دقته. الأسابيع اللي بعدها كانت زي الحلم. الحتة الصخرية بدأت تلبس طرحة خضرة فاتحة، والنباتات الصغيرة بتكبر بقوة وعناد كأنها بتعكس صفات صاحبتها. كانت بتحرسها من الطيور والحشرات بطرق بدائية اتعلمتها من مذكرات جدها. وفي صباح مشمس حصل السحر. أول زهرة فتحت، وبعدين الزهور ورا بعضها، كأن الأرض بتفتح آلاف العيون الذهبية عشان تبص للسما. حتة الأرض الناشفة دي اتحولت لجنين الذهب، بتلمع وبتطلع منها ريحة حلوة خفيفة. زينب بدأت الحصاد زي ما جدها وصف. الفجر كانت بتوطي على كل زهرة، وبطرف صوابعها بتاخد بالراحة الخيوط الحمراء الصغيرة من قلب الزهرة. دهب الأرض الأحمر كان شغل محتاج صبر ودقة. بعدين تحط الخيوط الغالية دي في أطباق خشب عشان تنشف في ظل الكوخ. المحصول كان متواضع في أول سنة، بس بالنسبة لزينب كان ثروة. بصت للدهب الأحمر الناشف ده ولمعت في عينيها فكرة جريئة. الكنز ده ملوش قيمة هنا في عزلتها، قيمته الحقيقية موجودة هناك في المدينة، حيث العطارين والتجار بيعرفوا قيمة الحاجات النادرة. والأول مرة من ساعة ما اتطردت، زينب حست إنها ما بقى. السفر للمدينة بالنسبة لزينب كان مغامرة كلها مخاوف. هي عمرها ما خرجت من حدود القرية إلا نادراً، ودايماً كانت تحت حراسة إبراهيم. دلوقتي هتسافر لوحدها، ست ملهاش ظهر، شايلة في سرة قماش كل تعبها وأملها. قضت ليلتها بتجهز، جمعت محصولها الغالي من العصفر الناشف وقسمته في أكياس صغيرة زي ما شافت العطارين بيعملوا وهي صغيرة. لبست أحسن حاجة عندها، وهو توب قديم بس نضيف ومتخيط كويس. غطت وشها بنقاب، مش خوف من أوامر إبراهيم، لأ، عشان تحوي نفسها من عيون الفضوليين وتخبي سرها عن أهل القرية. قبل طلوع الشمس اتسحبت من كوخها ومشيت في طرق جانبية تعرفها عشان ما تعديش من قلب القرية. وصلت للطريق العمومي واستنت وقلبها بيدق لحد ما عدى أتوبيس قديم رايح المدينة. ركبت في صمت وقعدت في كرسي ورا، ضامت سرتها على صدرها كأنها ضامت ابنها. شوارع المدينة كانت دوشة وزحمة، عالم مختلف تماماً عن سكون أرضها. حست إنها تايهة اللحظة، بس هدفها كان واضح. سألت واحد معدي عن سوق العطارين، فدلها على زقاق ضيق طالع منه روايح بخور وتوابل. دخلت أول محل شفتوه، صاحبه كان راجل عجوز الحكمة باينة في عينيه. وقفت قدامه مترددة، وبعدين فتحت صورتها وطلعت كيس صغير وحطته قدامه من غير ما تتكلم. الراجل العجوز أخد الكيس، فتحه ونتر شوية من الدهب الأحمر على كف إيده، قربه من عينيه وبعدين من مناخيره. غمض عينيه لحظة كأنه بيفتكر حاجة قديمة، وبعدين فتحه وبصلها باهتمام وقال: أصفر بري أصلي، ما شفتش زيه من سنين. منين ليكي ده يا بنتي؟ زينب ارتبكت وردت بصوت واطي: من أرضنا. الراجل ما زادش في السؤال لأنه شاف في هيئتها قصة مش عايزة تحكيها. قال بطيبة: هشتريه كله، ولو عندك تاني ارجعي بيه ليا.
لما حط في إيدها تمن البضاعة، زينب ما صدقتش نفسها. رحلتها للمدينة ما كانتش بس عشان تبيع محصول، دي كانت رحلة عشان تثبت نفسها. كانت باب الرزق اللي فتحته بإيديها وذكائها وإرادتها. وهي راجعة كانت شايلة في صورتها فلوس حقيقية، وفي قلبها كنز أغلى، الثقة في إنها قادرة تعتمد على نفسها. زينب ما بقتش المطرودة، دي بقت زينب التاجرة الصغيرة اللي مخبية في هدومها البالية سر بداية جديدة. سيف السنة دي جه قاسي قوي، مفيش فيه رحمة. السما بطلت تمطر، والأرض شققت زي وش راجل عجوز يائس. الآبار الصغيرة نشفت، ومنسوب المية في النهر قل قوي لدرجة بقى زي خيط فضة رفيع في وسط الحصى. القلق بدأ يدخل قلوب فلاحين القرية يوم ورا يوم. حقول القمح والشعير اللي كانت خضرة وبتلمع بدأت تصفر، وروسها محنية زي جيش مهزوم. والخضار في الجناين ورقه دبل، وثمره الصغير وقع قبل ما يستوي. الرجالة كانوا بيقفوا على أطراف حقولهم يبصوا للسما بعيون تايهة، يصلوا صلاة الاستسقاء ومفيش استجابة. والستات بيتهنسوا بقلق في بيوتهم، خايفين من الجوع. حتى ضحك العيال قل، ولعبهم بقى في ظل الحيطان عشان يهربوا من الشمس الحارقة. كانت كارثة صامتة بتزحف على القرية، بتخنق الأمل وبتحول خضار الحياة لتراب أصفر. الناس بطلوا يتكلموا عن الجواز والأصلاح، وبقى كل كلامهم عن المحاصيل اللي باظت والديون اللي هتتكون، وعن مستقبل غامض. وفي وسط اليأس ده كله كان في مكان واحد الجفاف ملمسوش، بعيد على أطراف القرية، على الأرض الصخرية اللي محدش كان بيهتم بيها. كانت جنينة زينب الصغيرة واقفة بتتحدى. نباتات العصفر بطبيعتها اللي مخلوقة عشان تستحمل القسوة كانت بتزيد نضارة. جذورها العميقة بتدور على آخر نقطة رطوبة في بطن الأرض، وورقها الشمعية بيقاوم تبخر المية. زينب كانت بتسقيها بشوية مية مالحة صغيرين من البير اللي منشفش زي غيره عشان استخدامه قليل. زهورها الذهبية كانت بتلمع تحت الشمس الحارقة، مش كعلامة على المعاناة، دي كانت إعلان صريح عن الصمود. محدش في القرية كان لسه يعرف السر ده. زينب سمنساها، في عالمها الخاص، كانت بتشوف بعينيها الآية وهي بتتقلب. حقول الوادي الخصبة نشفت، وأرضها البور فضلت خضرة. ولما الوادي كله عطش، جنينتها الصغيرة ارتوت بقطرات الصبر والحكمة. الخبر بدأ يتسرب زي المية في الرمي، ببطء وبعدين بسرعة. أول واحد لاحظ كان راعي عجوز، نعجة منه تاهت، ففضل ماشي ورا أثرها لحد ما قرب من أرض زينب المنسية. الراعي وقف مذهول، بيدعك في عينيه مش مصدق. وسط الجفاف واللون الأصفر شاف حاجة شبه الواحة، بقعة خضرة بتلمع بآلاف النقط الذهبية. رجع الراعي الطرية وهو بيهمهم باللي شافه، محدش صدقه. قالوله بسخرية: شمس الظهر لساعتك يا حاج، أرض إبراهيم الصخرية تظهر، ده خيال. بس الفضول خلى شابين من القرية يتسللوا بالليل عشان يشوفوا بنفسهم. رجعوا وعينيهم واسعة من الدهشة، بيحنفوا إن اللي قاله الراعي صح. وهكذا الخبر انتشر زي النار في الهشيم. أرض زينب خضرة، زينب المطرودة زرعت حاجة في الحجارة دي. تاني يوم اتجمع شوية رجالة وستات من القرية، بيبصوا من بعيد بحذر على الأرض اللي كانت دايما مصدر سخريتهم. كانوا بيسموها أرض المجنونة، نسبة لجدة زينب البعيدة اللي اتقال إنها كانت بتتكلم الشجر. دلوقتي الاسم بقى على زينب نفسها اللي اتجرأت تحاول تحيي الميت. شافوها بتخرج من كوخها مع الفجر، بتتحرك بهدوء وثقة بين ظهورها، بتحصد الخيوط الحمراء بصوابع خبيرة. المشهد كان ساحر مش حقيقي. إزاي واحدة ست لوحدها ومطرودة تعمل اللي رجالة القرية بخبرتهم وعدتهم عجزوا عنه؟ الهمس بدأ يتحول، الشفقة والشماتة راحوا، وجه مكانهم إحساس خليط من الدهشة والحسد والإعجاب. جنينة المجنونة كده كانوا بيسموها، بس نبرتهم دلوقتي ما كانتش سخرية، كان فيها حيرة وسؤال. معداش أسبوع وكانت أول قافلة بتقف على مدخل أرض زينب. كانت قافلة صغيرة، تاجر ومساعده، بس وصولهم عمل دوشة في القرية الهادية. التاجر عدى الفلاحين المذهولين اللي أرضهم نشفت خالص، وراح على طول على جنينة المجنونة. زينب خرجت من كوخها مغطية وشها، ووقفت قدامه بشموخ هادي. انتي صاحبة الأرض دي؟ سأل التاجر وعينيه بتبص بإعجاب على حقل العصفر المزهر. زينب هزت راسها. سمعت إن عندك أجود أنواع العصفر، أنا هشتري كل المحصول وهدفع سعر مش هتحلمي بيه، قال التاجر بثقة. زينب بصت له من ورا نقابها،
وبهدوء فاجئ التاجر: ردت محصولي مش للبيع بالجملة، أنا بتعامل بس مع العطار فلان في المدينة. لو عايز حاجة روح اشتري منه بالسعر اللي هو يحدده. عينين التاجر وسعت من الدهشة، كان متوقع يلاقي ست فلاحة فقيرة ويائسة ترضى بأي تمن يرميهولها، بس لقى قدامه سيدة أعمال بتدير شغلها بحكمة وذكاء. الرفض ده مزودوش غير رغبة إنه ياخد الدهب الأحمر ده. الخبر انتشر بين التجار في المدينة، في مصدر جديد للعصفر الفاخر، بس الحصول عليه مش سهل. القوافل بدأت تروح وتيجي على القرية، شوية منهم بيروحوا زينب على طول فتقابلهم بنفس الرفض الهادي، وشوية بيروحوا للمدينة عشان يفاوضوا الشيخ العطار اللي فجأة بقى وكيل أغلى بضاعة في السوق. وهكذا زينب المنبوذة اتحولت لسيدة الكل بيشاور عليها حتى لو محدش بيشوف وشها. كوخها المهجور بقى قبلة للتجار، وأرضها البور بقت مصدر رزق مش ليها بس، دي للعطار وللسواقين اللي بينقلوا بضاعتها. ستات ورجال القرية كانوا بيبصوا الصمت على اللي بيحصل، نظرات السخرية اتحولت لندم، والشماتة الغبطة ساكتة. زينب اللي حكموا عليها بالفشل والموت البطيء أهي بتدي القرية المنهكة من الجفاف حياة. أخبار دهب زينب الأحمر كانت وصلت المدينة ودخلت ودن إبراهيم. في الأول رفض يصدق، زينب في الأرض المحروقة دي مستحيل، دي إشاعات من أهل القرية عشان يغيظوني. بس الأخبار كترت وأكدها التجار اللي كان بيتعامل معاهم، واللي بقوا بيشتكوا من غلو الأسعار وإن السبب ست غامضة في قريته احتكرت زراعة العصفر النادر. ده حصل في نفس الوقت اللي إبراهيم وصل فيه لخلاصه. ديونه اتراكمت وطلبات مراته سهى ما وقفتش، وبدأت تعامله بقرف وبرود لما حست إن فلوسه خلصت. في لحظة يأس إبراهيم بلع كبرياءه وقرر يرجع القرية عشان يشوف الحقيقة بنفسه. وصل في يوم السماء كانت بتمطر فيه بغزارة، كأنها بتغسل التراب عن الأرض العطشانة. مشي في طين الطريق اللي بيودي لكوخ زينب القديم وهو مش مصدق اللي شايفه. الحقل حتى بعد ما أغلبه اتحصد كان لسه محتفظ بشوية نضارة. وقف من بعيد يتأمل الكوخ الصغير اللي طالع منه دخان خفيف، علامة على إن فيه حياة ودفى. حس إنه غريب ثمنكة كانت في يوم منفاه. وقف قدام الباب متردد والمطر بيبلي هدومه كأنه بيبلي كبرياءه الناشف. أخيراً اتشجع وخبط خط خجولة. الباب اتفتح وظهرت زينب، ما كانتش لابسة نقاب، وشها اللي الشمس لفحته والمحنة صقلته كان أجمل وأقوى من أي وقت فات. بصت له بهدوء ورسمتش على شفايفها أي دهشة أو شماتة أو حتى كره. نظرتها كانت ثاقبة، نظرة واحدة ست عارفة قيمتها. الطاغية السابق وقف قدامها مكسور وذليل، بينط مية مطر ومية هزيمة. في عينيها انكساره هو، شاف ضله الباهت على أرض بقت بتاعتها ما بقتش بتاعته. اتلجلج في الكلام: زينب أنا. حاول يلاقي الكلام المناسب. سمعت بيقولوا رب. دي كانت اللحظة اللي يمكن عاشت بتحلم بيها، لحظة ما تشوف الراجل اللي فلها وطردها واقف على بابها بيشحت. بس في اللحظة دي ما حستش بأي رغبة في الانتقام. هي كانت عدت كل ده، كانت أقوى من إنها تشفي غليلها بذله. زينب بصت لإبراهيم اللي واقف تحت المطر وشافت فيه بقايا راجل، مش الطاغية اللي كان. الانتقام كان سهل، كلمة واحدة منها لأ كانت كفاية تسحك اللي فاضل منه. بس هي حست بحاجة أعمق، بقوة الكرامة اللي صنعتها بإيديها، والكرامة مش بتتغذى على ذل غيرها. قالت بصوت هادي وثابت، صوت عمره ما سمعه منها قبل كده: إني أساعدك بفلوسي أو محصولي فلأ، ده رزق كسبته بعرقي وصبري وملكش فيه حق. خيبة أمل كبيرة اترسم على وشه ولف عشان يمشي، بس صوتها وقفها تاني. لكن التفت ليها وأمل خافت في عينيه. كملت زينب كلامها: الأرض واسعة والشغل فيها كتير، الموسم الجاي هحتاج أجير، إيد عاملة تساعدني أصلح باقي الأرض وازرع محصول أكبر. لو عايز أنا بعرض عليك الفرصة دي، هتشتغل زي أي أجير وهتاخد أجرتك زي أي أجير بالشروط اللي أنا هحطها. الكلمات وقعت عليه زي الصاعقة. هي زينب اللي كانت خدمته في بيته، هو سيدها، بتعرض عليه يبقى أجيرها في أرض هي سيدتها. كان عرض فيه كل الذل، بس في نفس الوقت كان طوق النجاة الوحيد لراجل غرقان.
وطى راسه وهو بيبص للطين تحت رجليه، وبصوت يدوب مسموع هنس أقبل. زينب قفلت الباب بهدوء. ما حستش بنشوة انتصار، حست بتقل نهاية عادلة كاتبها القدر. انتصارها الحقيقي ما كانش في ذلة، كان في إنها لقت صوتها وقيمتها وقوتها في الأرض اللي هو كان عايزها تبقى قبرها. انتصارها كان في إنها فرضت احترامها على الكل بشروطها هي. وبعد أيام وصلها خبر تاني. سهى مرات إبراهيم التانية سابته ورجعت بيت أهلها في المدينة بعد ما اتأكدت من إفلاسه. زينب قعدت على عتبة كوخة والمطر وقف، وريحة التراب المبلول مالية الهوا. بصت لجنينتها، جنينة الكرامة، والمطر غسلها وخلى ألوانها أمضر وأحلى. هي حصدت دهب الأرض، والأهم إنها حصدت كرامتها، وده كان أغلى حصاد. ودلوقتي بنسيب لكم السؤال ده يا حبايبنا. تفتكروا انتصار زينب الحقيقي كان في رفضها للانتقام وإنها ادت فرصة لإبراهيم، ولا العدل كان يقتضي رد أقصى على سنين الظلم؟ شاركونا آرائكم في التعليقات عشان كلنا نستفيد.